اسمي كاتيا وحبيت أشارك مع رشا لقمة خير. حبيت أعمل حاجة عن روح بنتي ليان، بنتي الوحيدة، بنت قلبي اللي خسرتها قبل ما تكمل 20 شهر في حادثة عربية. ساعات القلب والعقل بيخشوا حرب مع بعض، بس حرب من نوع خاص، حرب على مشاعر الفراق، حرب شعارها مش هينفع ومش عايزة أصدق. ده اللي حصل مع كاتيا. أهلا بيكم في لقمة خير وأنا رشا مجاهد. كاتيا بعد اللي حصل نفسها تشوف ليان بنتها في المنام، بتعمل خير من زمان وزاد بعد اللي حصل، عايزة تعمل لقمة خير على روح بنتها. كاتيا في بلد بعيد عن المكان اللي راحت فيه ليان بنتها، طلبت نعمل 100 وجبة رز بسمتي وفراخ مشوية وسلطة. الضنا غالي، ونفسي الناس تدعيلي إن ربنا يصبرني إن أنا أشوفها، عشان أنا بقالي دلوقتي أكتر من سنة ما شفتهاش من ساعة ما سافرت. فنفسي الناس تدعيلي إن ربنا ييسر أموري وأقدر أزورها. في يوم جوزي اتصل بصديق ابنه راح منه بسبب المرض في شهر، بعد ما قال له شد حيلك وربنا يرحمه. صاحبه بيسأل جوزي على ولاد جوزي، بيقول له دول مجننيني وبيعملوا كذا وكذا فينا. قال له يا ريت ابني كان عايش ويبقى مجنن، لو الولاد يعرفوا غلاوتهم عندنا. قلبي معاكي يا كاتيا، والسلام والرحمة كل الرحمة لروح ليان. ادعوا ليان واشوفكم على خير يا أهل الخير.